حياكم الله مشاركينا متابعينا من مغاربة وجزائريين داخل الأوطان وخارج الأوطان. رمضان كريم، صحة فطوركم وصحة سحوركم. الحقيقة في دقيقة في قناة الحقيقة هرج ومرج في مواقع التواصل الجزائري. إمام ديال المسجد في الجزائر بعث برسائل شديدة اللهجة وقال: لا جا عندكم شي واحد ما عندوش سكنة وما خدامش ما تعطيوش بناتكم. وتكلم على نفسه وقال: انا يجي عندي واحد ما عندوش عمل وما عندوش سكنة، نقول له شرب قهوتك والباب يا الحباب. هاد الشيخ هذا غادي نسمعوه هاد الشيخ هو امام جزائري. ما نبدلكش بنتي بلا سكن والله ما تديها. كاش المداهنه في هذه الامور. انا نقول لكم زوج حاجات: اللي ما يخدمش واللي ماشي عنده سكن ما تردولوش بنتكم. ماذا سيقول يا سيد الحكم؟ اي 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 هاي تقنية الفار خطورتها، هاي تقنية الفار خطورتها. يعزوجونا ومالينا وهكا في المدينه هاك. انا واحد عطاني باب الله يرحمه، غرفه زحمتوا فيها باش من بعد ربي يكتب. وبالمناسبه سمعوها مني ونشروا هذا الكلام: انصح كل انسان انه يتزوج مع ماله الى حب ينجح في زواجه، عكس واش راكم فاهمين. علاه؟ لانه يا شباب ضربوا لنا الاسره. سبحان الله العظيم. هذا الرجل، هذا الإمام في الجزائر متناقض. تيقول أنا أعوذ بالله من قلت أنا لا جا عندي شي واحد وما عنده سكنة وما عنده عمل ما نزوجوش بنتي. وفي فيديو آخر تتكلم وتيبعث برسائل الشباب تيقول لهم تزوجوا، تعطي مثال بنفسه وتيقول أنا أعطاني بابا غرفة معاه في المنزل وتتكلم على الأسرة. تناقض كبير في الكلام ديال هذا الرجل هذا الإمام هذا. أقول لك واحترامي إلى العلماء وإلى المشايخ وإلى الأئمة، لقد أخطأت الطريق وتوت في غابة الأمازون. يقولوا لي خوتي الجزائريين هادشي ما تعنيكش خويا. لا، تعنينا. كما نتوما تكلمتوا على إلغاء عيد الأضحى في المغرب، هذا أمر تعنينا لأن هذا إمام وفي مسجد. إذن هذا الخطاب هذا غيسمعوه التوانسة وغيسمعوه المغاربة وغيتأثروا به، لأنه هذا رجل دين. هذا اللي تيقول اللي لا جا عندكم شي واحد ما عنده خدمة وما عنده سكنة ما تعطوش بنتكم، غيسمعوه ناس ويقولوا كلامك على صواب يا إمام. نعم. وفي فيديو آخر تتكلم وتقول أنا بابا أعطاني غرفة. إياك أنت باباك أعطاك غرفة وتزوجتي ودرتي أسرة، وواحد آخر تقول له لا. اش هاد التناقض؟ اش هاد الخريف؟ اش هاد قصص ملغولة؟ حلال علي وحرام عليكم. أنا أعطاني بابا غرفة وتزوجت ودرت ولاد، ولكن فاش تجي عندي انت زوالي حاب بنتي تتزوج بها نقول لك لا، عندك سكنة وما عندكش سكن وما عندكش عمل. اش هاد الخريف؟ اش هاد الكلام؟ واش هذاك؟ وتعطي مثال تيقولوا قالوها الفقهاء. شكون هاد الفقهاء؟ عطينا هاد الفقهاء اللي قالوا هاد الكلام هذا. نعم، واحد ما خدامش نقبلوها، قولوا عادي، انسان ما خدامش اش نبدا يتزوج، ما خدامش ما خصوش يتزوج. ولكن باش تقول لي السكن، واش دابا المغاربه هاد الناس اللي مجوجين في المغرب ولا في الجزائر ولا في بلداننا العربيه الاسلاميه كلهم عندهم شقق تاعهم ملك؟ وراه اغلبيه الناس راه ساكنين غير في دور الايجار، الاغلبيه. باش انت كامام اليوم تشجع الشباب على الزواج انهم تتحطم في الشباب. عندك فيديو سابق تتحدث انا اعطاني بابا وسكنت وتتكلم عن الاسره وتتكلم عن اللمه والعم والخال ودابا لا، دابا بنتي انا ما لا جيتي عندي انت زوالي جيبك خاوي
ما خدامش ما عندك السكنه، نقول لك شرب قهوه والباب يا الحباب. واش هادي هضره هادي من امام؟ ما مقبولاش هاد الكلام من امام ديال المسجد في الجزائر، ما مقبولاش، غريب وعجيب، مضحك ومحزن في نفس الوقت. حنا تنعرفوا اناس ما كانوا لا خدامين ما عندهم لا سكنه ومشاو وتوكلوا على الله عز وجل ومشاو خطبوا وعطاوهم البنيه ولا خدام ودار السكنه ديالو ولا بخير وعلى خير. نعطوك امثله من هنا للعام الجاي. عيب. شحال ديال الناس تنعرفهم، شحال ديال الناس ما كان عنده لا ريال لا جوج مسكين، وكاين اللي شافوا كانوا شافوه دري واش ومعقول ما عندوش مع المخدرات، ما عندوش مع الخمور، وعطاه بنته وتعاون معاه بواحد الخديمه ولا بخير وعلى خير ودار الفلوس. والله الا داروا الفلوس. كاينين الناس اللي هما الناس تيخافوا ربي، هو تيمشي يجيب لبنته يجيب لها واحد الانسان اللي متقي الله عز وجل ويتعاون معاه، وربي سبحانه وتعالى تيسهل. ما تتكونش عنده سكنه تتولي عنده سكنه، ما تتكونش عنده خدمه تتولي عنده 3 الخدمات و4 الخدمات و5 الخدمات. وانا تنعرف في الجزائر القاره بان الشرط الاستفاده من السكن في الجزائر هو انك تكون مجوج. اذا هاد اليوم هاد السيد اللي تيبيع ويشري ولا عنده واحد الخدمه على قد الحال وجا طلب بنتك وعطيتيها ليه، راه يمكن يستافد من السكن المجاني في الجزائر. وانا ما فهمتش انا هاد الشيخ هذا كيفاش تتكلم. انا ما بنتي ما نعطيهاش لك ماشي كلام نشرب قهوه ونقول لك الله يسهل عليك. كاع الناس كانوا خدامين، كاع الناس دابا انت بديت كنا بدينا من ازيرو. كاين شي واحد جاد معلم، كاين لك واحد زادوا في معلقه ديال الذهب، الا ابناء الاغنياء والاثرياء. اما احنا ابناء الزوالي كما تحلو للفقراء تسميتهم. انتم كجزائريين احنا كاع بدينا من الزيرو وكل شيء بدا من الزيرو. وانت اول حاجه امام انت بديتي من الزيرو وكنتي ساكنه في غرفه مع باباك. وعيب وانا باش تا والله من امام بكل صراحه غادني الحال وبقى فيا الحال. عيب عليك. اليوم تبعثوا برسائل تصدم الشباب. اليوم انت خاصك تكون قدوه للشباب. لا كان جاكم شي واحد ومعقول وبعيد عن المخدرات وبعيد عن الخمور، واحد الانسان اللي هو متقي الله عز وجل، اعطيه بنتك زوجو، راه يقلب على خدمه، راه غيلقى خدمه، راه غيخدم، راه السكنه غيجيبها الله عز وجل، راه كلشي غيتيسر. وانت يا دابا امام وتتقول هاد الكلام وتتهضر بواحد الطريقه. انا يجي عندي لا جا عندكم شي واحد ما خدامش وما عنده السكنه ما تعطوش، اللي ما غاديش يعالج ليا. ترى الدوله ضامنه العلاج للمواطنين. ياكم نتوما عندكم العلاج بالمجان، راه جايب رزقو، راه مدخل رزقو. واش هاد الانسان اللي ما عندوش خدمه غيمشي يتزوج؟ ولكن انت ركزتي على السكن. لا حول ولا قوه. انا بكل صراحه بقى فيا الحال. انا واحد الاخ مغربي هو اللي رسل لي هذا الفيديو، قال لي اخويا عبد الجليل اسمع هذا السيد هذا راه صدمني. راه كلشي مصدوم، راه ماشي غير جزائريين، مغاربه وتوانسه. واش هذه هضره تتعني الكامل، الناس كاملين تتعنيهم. وانت تيتابعوك الناس، كاينين الناس تيتابعوك مغاربه، باش تقول لهم هذا الكلام هذا غير مقبول. قول للناس اللهم يسير، ولا جا عندكم شي انسان معقول دريويش وتيصلي ومتقي الله عز وجل وبعيد عن المخدرات وبعيد عن الخمور، عطوه بنتكم. نعم السكنه لا ما كانش يجيبها الله، يقدر يسكن مع دارهم ويجمع شويه ويدبر على سكن، فهمتيني؟ الا كان تيدير التجاره يا ربي يسهل عليه، كانت عنده شي وظيفه ربي يسهل عليه، ما كانش خدام راه غيتزوج وغيقلب على خدمه. اكيد هو ممكن غيقلب على خدمه، خاصو ما يكونش مبلي، خاصو ما يكون بعيد عن المخدرات ويكون بعيد عن الخمور، وربي سبحانه وتعالى غيسر ليه. يا ودي انت دابا انت اللي عندك البنات في الجزائر كامله، انت اللي عندك البنات، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وشجعوا الشباب انه يتزوج، شجعوا الشباب. ونزائد واحد الحاجه يا امام، احتراماتي ليك، الناس راه ولا باغا تهرب ولا باغا تمشي للضفه الاخرى. الناس راه ما بقاوش باغيين يتزوجوا. بلا ما تقول لي انت يا الناس راه حنا تنعرفهم خدامين
وبالسكن ديالو وما باغيش يتزوج، خدام وعنده السكنه ديالو ما باغيش يتزوج، وانتم تتزيدوا نتوما بهذا الكلام ديالكم اللي غير مقبول. بالنسبه ليا خرجه غير مقبوله، ونتمنى من هذا الامام يخرج ويعتذر للشعب الجزائري، يعتذر لانك انت اليوم ارسلتي رسائل للاباء والامهات لا جا عندكم شي واحد مسكين ما خدامش وما عنده السكنه ما تزوجوش بناتكم. عيب 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 من امام، عيب من امام يقول هذا الكلام. والله الا بقى فيا الحال باش بنادم نشجعوا الشباب على الزواج. نعم ونقولوا لنا لا اللي ما خدامش الدوله تخدموا، نعم وتعاونوا ودعموا المشاريع وانت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولينا تنشوفوا شي مشايخ وشي ائمه وشي علماء في وطننا العربي الكبير ولاو تيخلطوا الكرموس مع الكاليبتوس وشلاضه ومناضه، ما بقينا نعرفوا لا اللي على صواب ولا على خطا. صحه فطوركم وصحه سحوركم. وسمحوا لي خوتي مشاركينا متابعينا من المغاربه والجزائريين اللي تعصبت، لان هذا السيد هذا انا بعد هذا الراجل هذا كنت نحترمه، ولكن راه صدمني بهذا الفيديو هذا، صدمني بكل صراحه. كيفاش تنظروا للانسان الفقراء، كيفاش نظره لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تنتكبروا على بعضنا البعض، مناش من امام بغا مول الفلوس، بغا مول الشكاره باش يعطيه بنته. هذا امام ديال المسجد وتيقلب على مول الفلوس، تيقلب على شنو غيقول واحد اخر. هذا امام ديال المسجد وباغي يزوج بنته لواحد عنده الفلوس. قال الله وقال الرسول وتيتكلم ولكن القلب خاوي، كل شيء يبحثوا على دراهم، الفلوس باغي يزوج بنته المول المال. انتهى الكلام، الى الملتقى ان شاء الله.